دارز ايس كريم نزلوا سينابون جديد، واللي منكم ما يعرفش دارز هو محل كده من المحلات الغاليه قوي بس بتقدم كواليتي كويسه. فتعالوا نجيب السينابون من هناك ونقارنه بالسينابون الاصلي. يلا بينا نشوف التجربه دي بتقول ايه. المحل ده فيه فرع ليه موجود في ووتر واي القديم في اخر التسعين الشمالي. كانوا عاملين شويه ديكورات كده بمناسبه راس سنه وبتاع. دخلت جوه المحل، طلبت الاوردر، قعد بالظبط ربع ساعه عشان خاطر يجهز، وفي الربع ساعه دي قعدت اصور ديكورات المكان من جوه. صراحه كانوا عاملين ديزاينات المكان كده حلوه، وفي شويه حاجات برضه بمناسبه راس سنه وبتاع، فكان حركات حلوه يعني. استلمت الاوردر بقى وطلعت على سينابون اللي موجود في ووتر واي الجديد اللي في التجمع برضه. جبت سينابون كلاسيك زي اللي انا جبتها من دارا بالظبط، وتقريبا جهزت في اقل من 5 دقايق حاجه كده. حطيت الاتنين قدامي بقى وبدات المقارنه، وهنقارن من حيث 5 حاجات. اول حاجه وقت التحضير، تاني حاجه التغليف، تالت حاجة الحجم، رابع حاجة الطعم، خامس حاجة السعر. بالنسبة لوقت التحضير في الأول، فدارز آيس كريم بيعمل الحاجة فريش، فهي بتاخد وقت شوية، فقعدت ربع ساعة عشان تتحضر. بينما سينابون الحاجة كانت جاهزة قدامه وهو بس يا دوب بيسخنها، فما أخدتش أكتر من 5 دقايق تقريبا. ففي وقت التحضير سينابون يكسب. وبالنسبة للتغليف بقى، فالاتنين التغليف بتاعهم الصراحة كان كويس، بس أنا عجبني أكتر التغليف بتاع سينابون عشان هو كان كبير من فوق، فالسينابون ما كانتش بتلزق في علبة السينابون من فوق، على عكس دارا اللي العلبة الصراحة بتاعتها كانت أنضف بس ما كانتش عميقة، فالسينابون بعد لما بتيجي تقفلها بتلزق من فوق في العلبه. فممكن في نقطه التغليف ده ادي لكل واحد منهم نقطه. وتالت نقطه في المقارنه بقى هي الحجم، واعتقد دي كانت باينه للناس كلها ان سينابون كانت اكبر بمراحل. ورابع حاجه بقى، وهي حاجه من اهم نقط المقارنه دي، وهي الطعم. لما جيت اقطع السينابون بتاع الدارا كده بالسكينه، الصراحه كانت السكينه ماشيه بكل سلاسه جوه السينابون، بينما لما جيت اقطع بتاع السينابون هي السكينه كانت بتعصلك شويه في العجينه، فانا كنت حاسس ان العجينه مش فريش وكان باين انها متسخنه. وبعد كده ابتديت دقت في الاول بتاع السينابون، وهو الطعم اللي احنا متعودين عليه. طعم القرفه باين جدا، طعم الفروستنج اللي من فوق ده حلو، وطعم العجينه نفسها زي ما قلت لكم المشكله بس انها ما كانتش فريش. بس اوفرول كده هي تجربه السينابون اللي احنا بنحبها. بس الناحيه التانيه بقى في السينابون بتاع دارا الموضوع كان مختلف شويه. عندك مثلا طعم القرفه اللي جوه السينابون نفسها ما كانش متركز قوي زي الطبيعي، والفروستنج اللي من فوق ده كان باين فيه طعم الجبنه. يعني هو المفروض بيتعمل بسكر باودر وجبنه وشويه حاجات كده يعني، بس المهم ان هو كان باين فيه طعم الجبنه قوي. بس اللي ممكن يشفع لهم شويه هي العجينه. هي العجينه فعلا كانت حلوه جدا، كانت بتدوب في البق يا جماعه، كانت طريه بطريقه مش طبيعيه، كانت فريش قوي قوي قوي. فبالنسبه لي في النقطه بتاعه الطعم سينابون برضه يكسب الصراحه. يعني انا لو رحت اي محل بتاع سينابون واستنيت بس واحده تطلع فريش واخدتها، هتعوض السينابون الفريش بتاع الدارز. طيب وبالنسبه لاخر نقطه بقى وهي السعر، السينابون العاديه بتتباع ب 56 جنيه، وانا الصراحه بالنسبه لي انا كنت بحس انها غاليه شويه، بس اتفاجئت جدا بقى لما عرفت السعر بتاع السينابون بتاع دارا، وهي كان سعرها 70 جنيه. فحتى نقطه السعر برضه سينابون يكسب. طيب هو كده بالنسبه لي سينابون كسب في كل النقط، بس هل انا ممكن ارشح السينابون بتاع الدارا؟ يا جماعه انا ممكن ارشحها لاي حد بيجزع من السينابون العاديه، او لو حد ما بيحبش القرفه قوي وبيدور دايما ان هو ياكل حاجه فريش طالعه من الفرن عليه على طول. وبس كده. ما تنسوش بقى ان المقارنه دي من وجهه نظري انا، اللي ممكن تختلف او تتفق مع وجهه نظرك. وفي الاخر شكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معكم اباظه من قناه لايف وزباظه. سلام.